ايه هو الويب طيب؟ هو ده الورك ان بروسيس. تمام. يعني انا اجزاء انا بعملها بتكون عملت عليها جزء من العمليات، ولكن هي ما تحولتش في النهايه لمنتج كامل انا اقدر ابيعه. يعني منتج نصف مصمم منتج نصف ما بين الاقسام مثلا. ما بين القسم مثلا وخط التجميل. ممتاز. طب ليه اصلا انا بعمل ده؟ انا ليه عايز كنترول الويب؟ او ليه حلو. عايز اقلل الويب؟ خلينا نقول الاول ان انا عايز كنترول وكالكوليت الويب. حلو. لان ده حاجه مهمه جدا، لان انت ممكن تمينيمايز الويب بشكل معين يأذي العمليه الانتاجيه بتاعتك. تمام. يعني برضو انت كمهندس هندسه صناعيه بتشتغل لازم تعرف في مبدأ كده، طريقين للفشل، two ways to fail. واحد منهم ان انت فولو الفريم ورك از از. الفريم ورك بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي بروسيس اسرع من بروسيس، فانت المفروض ما يبقاش في ويب، فانت دايركت زيرو ويب، صح كده؟ او دونت فولو الفريم ورك خالص، ان انت مش معتبر ان في حاجه ستاندر ومش معتبر المجهود اللي موجود. انت لازم تبقى ماتيور انف ان انت تقدر تفهم هو الويب ده انا بعمله ليه. انا في النهايه في النهايه المهندس الهندسه الصناعيه لازم يبقى عنده تريد اوف. تمام. يعني انا اعمل ويب ولا ما اعملوش؟ طب لو هعمله ايه الكالكوليشنز بتاعته؟ هو ده اللي يفرق. مظبوط. لو انا النهارده بعمله جاست ان انا بعمله، فده اوفر برودكشن، هيطلع منه ديفكت، هيطلع منه ديفرنت ويستس، صح كده؟ مظبوط. لكن لو انا النهارده حاسب، ففي الاول انا عملت ايه؟ حسبت، وبعدين بعد كده بعمل كنترول، بعدين كده بحسن في العمليات بتاعتي عشان يقلله برضه. التارجت النهائي فعلا ان انت تنزل خالص. بس ده لو انت العمليات بتاعتك كده تسمح لي بكده ان انت تقدر تعمل